السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. قبل ما اخش الفيديو بتاعي، لايك وشير واعملوا متابعة لو لسه عملتيش، وقولي لي ايه رأيك في الفيديو. في نهاية الفيديو في التعليقات هستنى رأيك، وهتقومي تعمليها وتنزلي صور في التطبيقات. هنا انا عملت معاكم الجبنة اللي احنا بنشتريها من بره غالية. عملتها بإمكانية بسيطة وسهلة جدا، ومكونات بسيطة جدا موجودة في كل بيت، او حتى لو هتشتريها مش غالية ومش مكلفة. حطيت هنا قطعتين من الجبنة القريش، نزلت عليهم بمعلقتين من اللبن البودرة وكوباية من اللبن، وهضربهم في الخلاط كويس. في المرحلة دي لو عندي قطعة من الجبنة الرومي، معلقة من القشطة، قطعتين من البسطرمة، أي إضافة حابة تغيري بيها الطعم وتديكي النكهة اللي انت بتحبيها، هتضيفيها عليها وتضربيها معاهم في الخلاط، هتديكي طعم جميل جدا زي اللي بتشتريه من بره. هتضربيها كويس في الخلاط، عندك في الكبة اضربي في الكبة بحيث تديكي المكون يختلط ويتجانس مع بعضه. هننزل عليها بنص كوبايه من الزيت، اهم حاجه يكون زيت نضيف وكويس، ملوش ريحه. وبعد كده هنضربها كويس في الخلاط. الزيت هنا هو اللي يعمل التماسك ويخلي الجبنه بتاعتنا ماسكه نفسها. بس شفت مكونات بسيطه وسهله ازاي. عملنا الجبنه اللي احنا بنشتريها من بره الغاليه بدون مسميات، بمكونات بسيطة وسهلة في البيت. هقولك عليها تاني: قطعتين من الجبنة القريش، هتحطي عليهم معلقتين من اللبن البودرة، كوباية من اللبن، نص كوباية من الزيت. هتضربيهم في الخلاط كويس جدا أو في الكب، هيديكي جبنة بقوام متماسك بطعم جميل جدا. تقدري تضيفي النكهة اللي انت عاوزاها. هنا انا ببينلك ان القوام بتاعها متماسك. بصي هنا بعد مرور حوالي نص ساعة من الوقت، الجبنة جميلة ازاي، متماسكة وطعمها جميل جدا جدا. لو عجبك الفيديو لايك وشير، وما تنسيش